الطمع أوقات بيوصل الإنسان إنه يلجأ للدجل والسحر علشان يوصل للي هو عاوزه. قصتنا النهاردة مش أنا اللي هحكيها، الشيخ عرفان هو اللي هيحكيها، لأنه كان شاهد على كل اللي حصل. اللي أنا سمعته منه خلى مخي يتشل. مش قادر أصدق إن إنسان ممكن يحرق ويعذب ويقتل ويشتت كمان ناس ملهاش أي ذنب في سبيل حاجة مش من حقه. كمل القصة للآخر، لأن بجد مليانة أحداث أغرب من الخيال. هيحكيها الشيخ عرفان. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحكاية بتبدأ من ساعة ما كلمني الحاج مصطفى، وده كان راجل صاحبي من زمان، لكن نقل من فترة هو وولاده وراحوا عاشوا في مدينة نصر. شافوا بيت صغير كده من 5 أدوار، اشتروه كله هو وعياله. كان عنده 3 ولاد وبنت. الرجالة كل واحد فيهم قاعد في دور، أما الدور الأخير فسابوا لبنته لما تتجوز. وقتها كلمني وطلب مني أروح له علشان عنده مصيبة في البيت. رحت له زي ما طلب، وفعلا كانت مصيبة. أول ما دخلت من باب البيت حسيت إني مش مرتاح، في حاجة غلط في المكان. طلعنا فوق وقعدني في شقته اللي في الدور الأول. ما كانش لسه حكالي حاجة، بس أنا بدأت أحس بوجودهم حواليا، كانوا مالين البيت. قربت منه وسألته بقلق: إزاي أنت قاعد هنا؟ رد عليا بخوف: ما أنا كلمتك علشان كده يا شيخ عرفان، المكان هنا في حاجة بتحصل فيه، بس أنا مش عارف إيه هي ولا ليه بتحصل معانا كده. سألته تاني: طب وعيالك فين؟ قال لي: زمانهم نازلين، أنا بكلمهم أهو. وبعد 10 دقايق كانت العيلة كلها قاعدة معايا في الأنتريه، حتى الستات كانوا موجودين. كان في حالة من الرعب والقلق لدرجة إنها واضحة جدا على وشوشهم. الستات كانوا تقريبا بيترعشوا، يظهر ان اللي شافوه ما كانش سهل. ودي حاجة انا متأكد منها، لان اللي حاسس بيهم مش مجرد عمال بيت او جن عادي، لأ، اللي هنا اخطر بكتير من اللي قابلتهم قبل كده. طلبت منهم يحكولي على اللي شافوه بالظبط، وطلبت من مصطفى يحكي لي اللي حصل معاه الاول، وبعد كده كل واحد من الشباب يحكي بالترتيب. وبدأ مصطفى وقال: احنا جينا هنا من فترة قريبة زي ما انت عارف. في الاول خليني اقول لك ان البيت ده ما اشتريتهوش من صاحبه، لان صاحبه مات. انا اشتريته من ورثة اللي هم اصلا قرايب الراجل ده من بعيد، عرضوا لي البيع بعد موته بفترة بسيطة. ودي حاجة غريبة، لانهم عرضوه باقل من تمنه بكتير جدا. يعني لو طمعانين في فلوس كان الاولى انهم يحافظوا على تمنه. بس انا ما دققتش ساعتها وقلت بركة يا جامع. اول يوم الامور عدت على خير، لكن تاني يوم منى بنتي كانت في اوضتها، وانا والحاجة كنا نايمين في الاوضة. فجأة سمعناها بتصرخ جامد. جرينا على اوضتها بسرعة، لقيتها واقعة على الارض وعمالة ترجع بظهرها لورا، زي ما يكون في حاجة بتزحف ناحيتها وهي بتحاول تهرب منها. جريت عليها وخدتها في حضني وحاولت اطمنها. وبعد ما هديت سألتها: ايه اللي عمل فيك كده؟ قالت لي بصوت مليان رعب وخوف: كان عايز يموتني، قال لي انه هيقتلني لو ما سبتش البيت. قلت لها باستغراب: هو مين ده يا بنتي؟ مفيش حد غيرنا هنا. قالت لي: لا يا بابا فيه، انا شفته، راجل طويل شكله بشع، وعينيه لونها احمر زي الدم. كان ماسك في ايديه حاجة بس مش عارف ايه هي، وقال لي انه هيقتلني لو ما مشيناش من هنا. طبطبت عليها وهديتها وفضلت جنبها لحد ما نامت. مصطفى كان بيتكلم وانا كنت مراقب البنت. كانت نظرتها مليانة خوف، وكمان في دموع اتسحبت من عينيها ونزلت على وشها، بس نظرتها كانت ثابتة على مكان معين. كانت بس ورا اخوها الكبير. بصيت وساعتها شفته، كان زي ما منى وصفت بالظبط. قرب مني ورفع ايديه بحاجة، وقبل ما ينزل بيها على دماغه البنت صرخت وجريت على اخوها وقالت له بحرقة: ارجوك ما تأذوهوش، احنا ما عملناش حاجة، انت عايز مننا ايه؟ عايز تموتنا ليه؟ اهلها كانوا مرعوبين. انا الوحيد اللي كنت قادر اشوف اللي هي شافته.
وعشان كده قلت لها وانا في مكاني: قومي يا بنتي وما تخافيش، مش هيقدر يأذيكي، هو بيعمل كده بس علشان يخوفك، لكن مفيش حد هيقدر يأذيكي ولا يأذي اي حد من اخواتك الا بأمر الله. اخوها قومها من على الارض وقعدها على الكرسي. كانت منهارة جدا، الرعب سيطر على كل اللي قاعدين بعد ما عرفوا انهم موجودين معانا في نفس الأوضة. استغربوا لما لقوني بطلب من مصطفى انه يكمل، كانوا فاكريني اني هعمل شوية حركات من بتوع الافلام او اطلع نار زي السحرة، بس انا طلبت من مصطفى انه يكمل وكمل. نامت ليلتها وانا نمت جنبها. بعد شوية صحيت ولسه ببص جنبي ما لقيتهاش، قلت اكيد صحيت قبلي وراحت الحمام او خرجت تقعد مع امها. قمت دورت عليها كتير، البنت ملهاش اثر. دورت على امها وبرضه ملهاش اثر، راحوا فين دول؟ ساعتها سمعت صوت انين جاي من جوه الدولاب اللي هو في اوضه منى. فتحت الدولاب لقيت الدولاب فاضي مفيهوش هدوم، وهي قاعده متكتفه وبتصرخ، والحاجه كانت قاعده قصادها راسها ساندة على ظهر الدولاب وفي سكينه في قلبها. صرخت اول ما شفت المنظر، فكيت منى ولسه بشوف مراتي لمحت ساعتها جمله مكتوبه على ظهر الدولاب، كان مكتوب بدمها: هذه نتيجه بقائك هنا. كنت زي المجنون، طلبت من منى تساعدني علشان نشيل امها. شلناها ولسه خارجين من الاوضه الباب اتقفل وسمعت صوت زي زنجرة الكلاب جايه من ورانا. لفيت وساعتها شفته خارج من الدولاب قرب ناحيتنا. حطيت منى في ظهري ووقفت علشان اواجهه، ما كنتش عارف اواجهه بايه ولا ازاي. لقيتني فجأة بقول صور من القرآن، تقريبا قلت كل اللي انا حافظه. فضل يقرب علينا وانا صوتي بيعلى اكتر، والخوف والرعب كمان عمال يتملكوا مني اكتر واكتر. في اللحظة اللي قرب مني فيها وخلاص هيقتلني قمت من النوم مفزوع. لقيت منى نايمة جنبي والنهار طلع. جريت على مراتي علشان اطمن عليها، لقيتها نايمة بس كانت بتئن زي ما يكون في حد بيضربها. فوقتها بسرعة علشان كنت متأكد انها شافت نفس اللي انا شفته. ساعتها اتكلمت مراته وقالت بخوف: يومها بعد ما جرينا على منى ومصطفى قاعد جنبنا رجعت اوضتي علشان انام. كنت حاسه بحاجه غريبه معايا في الاوضه، بس انا عامه مش بخاف من الجن ولا عفاريت والكلام ده، او بمعنى اصح ما كنتش بخاف لحد ما جينا هنا. ما حطيتش في دماغي ونمت. صحيت ولقيت النهار طالع بس كنت لوحدي في السرير. قلت يبقى مصطفى نام مع البنت جوه. قمت علشان ادخل الحمام ولسه بحط رجلي على الارض سمعت صوت حاجه بتتكسر، وحسيت بعدها بحاجه حاده دخلت في رجلي. بصيت بسرعه لتحت لقيت هيكل عظمي. اترعبت ما كنتش عارفه اعمل ايه، بس انا نطيت من فوق بخفه وجريت على اوضه منى علشان استنجد بمصطفى. واول ما فتحت الاوضه شفت منظر بشع. كان في هيكل عظمي على سرير منى، هيكل عظمي بنفس طولها بالظبط. يعني ايه؟ يعني الهيكل اللي كان هناك ده هو مصطفى؟ صرخت وجريت علشان اتاكد، بس اول ما خرجت من الاوضه كل البيبان اترزعت مره واحده، باب اوضتي وباب اوضه منى وباب الانتريه وحتى الحمام. حسيت اني اتحبست في الصاله. جريت ناحيه باب الشقه، كنت عايز اهرب لكن انا وانا بجري حسيت بحاجه ضربتني في رجلي ولقيتني بقع على وشي. بعدها سمعت نفس صوت زنجرة الكلب ده كان جاي من ناحيه باب الشقه وكأنه ماشي ببطء وعارف اني مش هقدر اقوم. كنت شايف على وشه ابتسامة مرعبة. حاولت اقوم لكن فعلا ما قدرتش، في حاجة ربطاني. ابتسم ساعتها ورفع ايده. في اللحظة دي في حاجة رفعتني لفوق ورزعتني في الحيطة. وقعت على الارض، كنت حاسة ان ظهري اتكسر واتشليت. فقت بعدها لقيت مصطفى قاعد جنبي وبيصحيني، وده كل اللي حصل في الشقة الاولى. طلبت بعدها من ابراهيم الابن الاكبر، طلبت منه يحكي لي على اللي حصل معاه. سكت وهو بيحاول يسترجع الذكرى المؤلمة دي، وبعدها قال: انا عايش فوق، عايش انا وسامية مراتي والبنتين. لما جينا هنا ما كانش بنشوف حاجة في الاول، تمام زي ابويا وامي، بس بعد كده شفناهم. البنتين كانوا هما اول ناس شافوهم في الشقة، 2 ستات شكلهم بشع. البنات كانوا قاعدين في اوضتهم بيتفرجوا على فيديو في الموبايل. فجأة حسوا بحاجة تتحرك على باب الأوضة، كانوا فاكرينها مامتهم، لكن بعد شوية
لمحوا نفس الخيال عند الشباك. ساعتها جريوا على المطبخ وقالوا لأمهم اللي شافوه. ما صدقتش وقالت دول أطفال، وبيتهيأ لهم حاجات غريبة. في اليوم ده بالليل بعد ما رجعت من الشغل دخلت علشان اخد حمام زي العادة، وانا جوه حسيت بحد ورايا. افتكرت مراتي هي اللي دخلت. كنت خلصت فطلبت منها تناولني الفوطة، وفعلا ناولتها لي من ورا الستارة. خرجت بعدها من البانيو بس ما لقيتهاش موجودة. قلت يمكن تكون خرجت للبنات. لبست هدومي وخرجت، وفعلا لقيتها قاعدة مع البنات. فقلت لها وانا بضحك بتناوليني الفوطة وبتجري؟ ماشي. بصيت لي باستغراب كده وقالت لي فوطة؟ فوطة ايه؟ واجري منين؟ بصيت لها بشك وسألتها مش انت دخلت الحمام وانا جوه دلوقتي؟ قالت لي لا، انا قاعدة هنا وما اتحركتش. ضحكت بقول لها يا شيخة بطلي هزارك ده بقى، امال مين يعني اللي لوني الفوطة؟ عفريتك؟ بصيت لي بنفس الشك وقالت لي مالك يا ابراهيم النهارده، انت شارب حاجة؟ اتعصبت وقلت لها بنرفزة شارب حاجة ايه وزفت ايه؟ انا بقولك انت كنت في الحمام دلوقتي وناولتيني الفوطة وانت بتقولي لي ما اتحركتيش من مكانك، ايه بقى؟ سكتت شوية وكأنها سرحت في حاجة، ولما سألتها سرحت في ايه حكيت لي عن اللي حصل النهاردة مع البنتين. بصراحة قلقت شوية بس ما كانش في ايدي حاجة اعملها، ودخلنا نمنا يومها. وبصراحة ما شفتش حاجة ليلتها، بس تاني يوم صحينا على كارثة. قمت من النوم على صرخة مراتي، كانت قاعدة جنبي على السرير وبتصرخ وهي بصة على مراية التسريحة. المراية كان مرسوم عليها دايرتين أو مشنقة بروحين، والمشنقة دي نازل منها في الناحيتين بنتين مشنوقين. اترعبت من المنظر، قمت علشان أشوف البنات، وساعتها شفت أكتر منظر مرعب في حياتي. كل حيطان البيت مرسوم عليها نفس الرسمة، حتى بيبان الأوضة كلها مرسوم عليها نفس المشنقة ونفس البنتين المشنوقين ومتعلقين فيها. جريت عليهم، كانوا نايمين في سرايرهم. صحتهم بسرعة، كانوا مفزوعين. حضنتهم بخوف ورعب. الحمد لله ما حصلهمش حاجة. أنا مش هستنى لما يحصل لهم. قمت بسرعة واخدتهم ودخلنا أوضتي. طلبت من مراتي تلبس وتلبسهم، ولبست أنا كمان. بس قبل ما نخرج من الأوضة الباب اترزع، وسمعت صوت المفتاح بيلف في الباب. اتأكدت إن في حد قفل علينا من بره. مراتي بصت لي والخوف والدموع مليانين عينيها. البنات كانوا بيصرخوا، وقبل ما افكر في اي حاجة مراية التسريحة اتكسرت، وفجأة النار مسكت في الستاير. الأوضة كلها كانت بتولع. جريت أنا والبنات وأمهم على باب الأوضة، حاولت أكسره لكن مفيش فايدة. النار كانت بتنتشر بطريقة سريعة، والبنات كانوا بيصرخوا بيستنجدوا بيا علشان انقذهم، لكني كنت عاجز قدامهم. بصيت ورايا وهنا بقى شفتهم، كانوا واقفين وسط النار وبيضحكوا ضحكة مرعبة، وهما بيبصوا لي بغل وحقد. كانوا بيقربوا أسرع من النار، والبنات صراخهم بيعلى. مراتي طبعا أغمى عليها وأنا مش قادر أتحرك. أنا كنت عاجز حتى إني أصرخ. وفي اللحظة دي سمعت صوتهم جوايا، كأنهم بيقولوا نفس الجملة: هذه نتيجة بقائك هنا. بعدها صحيت من النوم، ومن يومها الكوابيس والخيالات ما بتنتهيش. خلص إبراهيم كلامه وهو بيترعش من تأثير الكابوس اللي عاشه. مراته كمان كانت تقريبا على وشك العياط، فحاولت أهديهم وأطمنهم. بعدها طلبت من قاسم يحكي لي حكايته. قاسم قال لي أنا بقى مش بشوف حاجة، لكن اللي بيحصل معايا أفظع بكتير من كل ده. قام وقف قدامي ورفع هدومه، ومع رفعته الهدوم شفت علامات سودة على ظهره. غطى نفسه وكمل كلامه وقال: أول فترة عدت عليا كنت بقوم كل يوم حاسس إني مدغدغ، زي ما يكون في حد ضربني علقة، بس ما كانش بيبقى فيه علامات على جسمي، مجرد إحساس مش أكتر. لحد ما في يوم كنت نايم وسمعت صوت زمجرة ناحية شباك السرير. بصيت ناحية رجلي لقيت ظل بيقرب من السرير. حاولت أقاوم، حسيت إني متكتف. الظل جه ناحيتي لدرجة إنه بقى واقف جنبي. رفع إيده ونزل بيها على جسمي. كرباج! اللي كان في إيده كان كرباج. فضل يضرب فيا جامد، وقال ما أكون مربوط بحبل ومش قادر أفك ربطتي. كل اللي قدرت أعمله إني صرخت وقعدت أعيط زي الولاية. فضلت كده كتير لحد ما بقيت حاسس إن جسمي كله زي المحروق. فقت بعدها على صوت مراتي بتصحيني. لما فقت لقيت الدموع مغرقة وشي،
ومراتي قاعدة جنبي وهي مفزوعة وتسألني في ايه؟ قلت لها مفيش، كابوس وخلاص. بعدها حسيت بوجع في بطني، مشيت ايدي من فوق الهدوم ومع لمستي لجسمي حسيت بنار. اتكسفت ارفع هدومي قدام مراتي، قمت علشان ادخل الحمام. ما قدرتش اقف على رجلي، كل ما احاول اقوم رجلي بتخني. مراتي ما كانتش فاهمه ايه اللي فيا وانا مش قادر اقول لها ايه اللي حصل، بس هي ساعتها مشت ايدها على بطني وحاولت ترفع هدومي وتشوف ايه اللي واجعني. مسكت هدومي وقلت لها بلاش. صرخت من الالم او من القهر، حقيقي مش عارف. طلبت منها تسندني لحد الحمام، واول ما وصلت قلت لها تخرج وهبقى اندى عليها لما اخلص. ومجرد ما قفلت الباب رفعت هدومي وساعتها شفت جسمي. بطني كانت مليانة علامات بالكرباج بس كانت غرقانة دم. قلعت الباقي لقيت جسمي كله كده. عيطت بحرقة، ما كنتش عارف مين اللي عمل فيا كده او عمل فيا كده ليه من اصله. كنت زي التلميذ الخايب اللي استاذه مسح بكرامته الارض قدام زمايله. سمعت صوت الباب بيخبط، مراتي كانت قلقانة. طمنتها وقلت لها اني خارج دلوقتي، وبعد كام دقيقة خرجت واتسندت عليها لحد السرير. وطبعا ما نمتش ليلتها وانا قاعد على السرير. ما كنتش عايز انام بس للاسف حصل، ونفس الظل قرب مني وضربني بنفس الطريقة ويمكن اعنف. وبرضه صحيت على صوت مراتي وهي بتصرخ وبتهزني جامد. ولما صحتني قالت لي ان صوت صريخي سمع الجيران. المرة دي كانت رفعت هدومي وشافت الجروح والعلامات اللي في جسمي. بصيت له وهي مرعوبة وسألتني ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ ما قدرتش اتكلم، فضلت ساكت وفي الاخر اترميت في حضنها وعيطت. لما تبقى مش عارف انت بتواجه مين ولا الضربة جايلك منين، لما تبقى عاجز تماما قدام مراتك ومش عارف تلاقي كلام تقوله، مفيش غير الدموع هي اللي هتنطق وتتكلم بدل لسانك. بعد كده حلفتها ما تجيبش سيرة لحد، وقعدت بعدها فترة اتضرب كل يوم لحد ما جسمي اتشرح. وفي النهاية سمعت الجملة اللي كلنا سمعناها: هذه نتيجة بقائك هنا. بعد كده عرفت اللي حصل مع ابويا واخواتي، فمراتي حكت هي كمان اللي كان بيحصل معايا وانا نايم. خلص قاسم حكايته وجه الدور على مروان الابن الاصغر. كان خايف يتكلم فاقترح مصطفى يحكي هو، لكن رفضت وقلت له انا عايز اسمع الحكاية منه وبالتفصيل. سكت مروان شوية وبعدها بدأ يحكي وقال انا ساكن في الدور قبل الاخير، لسه عريس جديد بقالي 4 شهور بس. اول فترة جينا فيها ما حصلش حاجة، بس بعد كده بدأت اشوف خيالات في المكان. قلت يمكن بيتهيألي ولا حاجة، لكن مع الوقت الخيالات بدأت تبقى اجسام واضحة. لحد ما في يوم كنت خارج من الأوضة الفجر، وساعتها شفت 2 واقفين في الصالة. كنت انا ومراتي، ايوه انا ومراتي اللي واقفين في الصالة. اترعبت واتشليت في مكاني، حاولت اصرخ لكني كتمت صرختي وحطيت ايدي على بقي علشان ما يحسوش بيا. كنت شايف اللي شبهي بيضرب اللي شبه مراتي، كان بيضربها بوحشية وعنف مبالغ فيها. صعبت عليا لدرجة اني كنت عايز اتدخل عشان امنعه، لكن فوقت نفسي وقلت مش لازم يحسوا بيك، وبعدين دي مش مراتك. كل ده وانا واقف وهو بيضربها جامد لحد ما وقعت على الارض. وقلت سابها، لا ده قاعد يضربها في بطنها. معرفش ليه حسيت ساعتها انه كان بيحاول يسقطها. ما كنتش لسه عارف ان مراتي حامل، بس ساعتها حسيت. فضل يضرب فيها لحد ما ماتت، وبعدها لف وبص لي. كان ابشع منظر شفته في حياتي، وشه من غير ملامح، مكان عينيه كان فاضي، بس انا حاسس بنظراته. مشي ببطء ناحيتي، معرفش ازاي اتشجعت وقمت جريت. دخلت اوضتي وقفلت الباب بسرعة. خبط كتير على الباب، بعدت وانا مرعوب، ومع رعبي شفت الأكرة وهي بتتحرك بسرعة. صحيت مراتي وخدتها وقفت في اخر الأوضة. ما كانتش فاهمة حاجة، فطلبت منها تسكت لحد ما الخبط سكت. بصيت لي باستغراب وسألتني في ايه يا مروان؟ قلت لها وانا بحاول اخد نفسي بالعافية في 2 بره شبهي وشبهك. شبهي فضل يضرب البنت اللي شبهك لحد ما اغمى عليها. بعدت عني وقالت لي بنبرة فيها شك انت كويس؟ ايوه مروان يا حبيبي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قلت لها وانا مرتبك مش عارف يا سلمى، بس ده اللي حصل. حضنتني وهي بتقول لي بصوت هادي مفيش حاجة من كل ده يا حبيبي، انت تلاقيك تعبان بس من الشغل طول النهار ولا حاجة. يلا تعالى عشان ننام. ورحنا فعلا ناحية السرير علشان ننام.
بس قبل ما ننام قفلت باب الأوضة بالمفتاح كويس، وطبعا دي حاجة خلت سلمى تبصلي باستغراب. مش مهم، المهم إني بقيت مطمن عليها وعلى نفسي واحنا نايمين. وتاني يوم الصبح نزلت الشغل عادي جدا، ولما رجعت لقيت سلمى مستنياني على الباب. كانت طايرة من السعادة، حضنتني وهي بتقول لي بفرحة: حبيبي عندي ليه خبر جميل. واللي كنت خايف منه هيتأكد كمان ثواني لما كملت كلامها وقالت لي: مبروك مبروك يا حبيبي، هتبقى أب. الكلمة هزتني من جوه. لأ، مش الهزة بتاعت فرحة أول طفل يجيلك والكلام ده، لا لا لا، دي كانت هزة مرعبة. قلبي اتقبض، حسيت برعب العالم كله، لدرجة إن سلمى لاحظت إني مش معاها خالص، فسألتني وهي زعلانة: فيا مروان، انت مش فرحان علشان هتبقى اب ولا ايه؟ على فكرة لو مش عايز ممكن انزله. في اللحظة دي صرخت فيها: انت اتجننتي؟ تنزلي مين؟ اوعي تجيبي السيرة دي تاني، ده ابني ومش هفرط فيه مهما حصل. مشاعرها كانت متلخبطة ما بين فرحتها علشان صرت واتمسكت بالجنين، وما بين انها مش فاهمة ايه ردة فعل العصبي ده. ورغم كده قررت تكمل فرحتها وقالت لي: ياه، للدرجة دي انت متمسك بيه وبتحبه قبل ما يجي؟ ما كنتش اعرف انك هتبقى اب حنين كده. حاولت اجاريها علشان مش عايز احكي لها ان الراجل قتل الجنين اللي كان في بطنها، وكملت الموقف عادي. وحقيقي كان يوم لطيف بالنسبة ليا ومرضتش ازعلها. خرجتها زي ما طلبت احتفالا بالجنين، الجنين اللي انا عارف مصيره وشفته بعيني امبارح. كنت بحاول امثل اني مبسوط، لكنها كانت متأكدة ان في حاجة شغلاني. واول ما رجعنا حاولت اهرب من اسئلتها وانام، بس للاسف ما جاليش نوم. التفكير هيموتني، الخوف والقلق ألد اعداء الانسان. وعلشان كده اول ما سلمى نامت قمت وقعدت في البلكونه وولعت سجاره. حاولت اشغل نفسي باي حاجه، سرحت في قمر شويه، افتكرت الايام الجميله اللي قضيتها مع سلمى وازاي كانت مليانه حب وسعاده. ابتسمت ابتسامه هاديه، وساعتها لاحظت حاجه غريبه. سلمى كانت واقفه في البلكونه اللي قصادي، كانت بصاله وهي مبتسمة وحاطة ايدها على بطنها اللي كانت باينة قدامها. بعدها رمت نفسها من البلكونة لحد ما نزلت الأرض والدم غرق الأسفلت. عيطت بهستيريا. بعد ثواني فقت وجريت على الأوضة. سلمى كانت نايمة زي الملايكة. اتنفست بالراحة أول ما شفتها، قربت منها ولعبت في خصلات شعرها، وبعدين بستفج منها. وتاني يوم كنت أجازة من الشغل، صحيت حاسس إني مبسوط بجد. قررت انسى الليلتين اللي فاتوا وفكر في ابني اللي جاي وازاي هقدر اساعده. اما سلمى فهي كانت لسه نايمه، وعلشان كده قمت عملت الفطار وجهزت كل حاجه، وبعد ما خلصت دخلت عشان اصحيها. سلمى سلمى، قومي يا حبيبتي، كفايه نوم بقى، لسه بدري يا ماما على الدلع ده كله. بس سلمى ما كانتش بترد. ما خدتش في بالي وقلت اكيد تعبانه. قربت منها وندهت تاني وبرضه مش بترد. بصراحة قلقت وحطيت ايدي على وشها، كانت عرقانة بشكل غريب، درجة حرارتها مرتفعة جدا. حاولت افوقها لكنها مش بتفوق. رفعت الغطا من عليها وهنا شفت دم مغرق السرير. شلتها بسرعة وجريت بيها على المستشفى. حالتها كانت خطرة جدا. الدكتور قال انها تعرضت لضرب مبرح سبب لها اجهاض ونزيف حاد. نقلوا لها دم كتير والحمد لله حالتها بقت مستقرة. بعدها رجعت الشقة علشان اجيب لها هدوم وشوية حاجات. ولما دخلت الأوضة وطلعت الهدوم اللي هتحتاجها من الدولاب، قفلت الظرف عادي زي ما متعود، لكن المرة دي لقيت مكتوب على الإزاز من بره: هذه نتيجة بقائك هنا، ستدفعون الثمن جميعا. أنا متأكد إني قبل ما أفتح الدولاب الجملة دي ما كانتش موجودة. خدت الحاجة زي ما هي وطلعت أجري من الشقة ومن البيت كله. فضلت قاعد جنبها لحد ما بابا كلمني النهارده وقال لي إن حضرتك جاي، وده كل اللي حصل معايا. كده كلهم خلصوا اللي حصل معاهم، كانوا قاعدين باصين لي مستنيين اقول لهم الموضوع بسيط، مفيش حاجه تقلق. اصلهم ما كانوش شايفين الخمسة ستة اللي كانوا واقفين وراهم من ساعة ما بدأوا يحكوا حكاياتهم. الخمسة ستة دول من أعتى الخدام اللي ممكن يكون أي إنس شافهم في حياته. بصيت لمصطفى وأنا مش عارف أجيبها له إزاي، بس لازم أقول له الحقيقة. شوف يا مصطفى، البيت ده ملعون، مليان كيانات مؤذية وخروجهم هيبقى صعب جدا، وكمان هياخد وقت طويل، مش هينفع له جلسة واحدة.
وعلشان اكون صريح معاك انا مش هقدر اعمل حاجة لوحدي، هحتاج مساعدة حد معايا. بس بص انا هتصرف في النقطة دي. اهم حاجة انت والجماعة لازم تخرجوا من البيت النهاردة قبل بكرة، لانهم لحد دلوقتي يعتبر بيهزروا معاكم بس، واللي هيحصل بعد كده مش هتقدروا عليه. وتقدروا تقولوا ان كلامي كان القشة اللي قسمت ظهر البعير. الامل اتقطع، وفي اللحظة دي اتكلم ابراهيم وقال: بعد اذنك يا حاج، انا بقترح ان كل واحد فينا مراته تروح عند اهلها اليومين دول، وانت والحاجة ممكن تقعدوا عند عمي وانا. وهنا قطعته: لا مش مستاهلة، مش لازم حد يعرف حاجة، انتوا كلكم هتيجوا تقعدوا عندي في الشقة، وانا هروح اقعد عند بنتي اليومين دول علشان الستات تاخد راحتهم. مصطفى قال لي: لا طبعا يا عرفان، مش هينفع الكلام ده. قلت له: لا هينفع يا مصطفى، اللي ما ينفعش اني سايب عيالك يعرفوا حاجة زي دي، لانهم مش هيأمنوا يرجعوا بناتهم تاني، وساعتها هتبقى مشكلة اكبر، لكن كده محدش هيعرف حاجة. وبعدين انا عارفك وعارف اخواتك مش هيستحملوا انك تقعد عندهم يوم واحد. وطى راسه في الارض تأكيدا على كلامي، وقال لي: للأسف معاك حق، بدل ما الاخوات يبقوا في ظهري وسند هم اللي بيكسروني، ده مش بعيد يطلعوا علينا سمعة. قلت له: يبقى خلاص اتفقنا، قوموا جهزوا حاجاتكم ونتوكل على الله، وبعد ما نوصلهم بالسلامة هرجع انا وانت والشباب والراجل هيساعدني ونحل الموضوع ده. وفعلا اللي انا قلته اتنفذ. مع اذان المغرب كنا واقفين قدام البيت انا ومصطفى وولاده، ومعانا الشيخ اسماعيل. الشيخ اسماعيل ما كانش شيخ بالمعنى المفهوم، هو صحيح بيعالج القرآن، بس برضه كان بيستخدم اعوانه خدام، وعلشان كده كنت بستعين بيه في الحاجات اللي زي دي، لاني انا برفض اتعامل بالخدام او استعين بيهم. المهم اننا وقتها كنا واقفين قدام البيت، لما اسماعيل بصلي وقال لي بصوت هادي: اللي هنا مش سهل فعلا يا عرفان، الموضوع كبير. قلت له: وعلشان كده طلبت مساعدتك، هنعمل ايه؟ قال لي: مفيش غير الطريقة اللي انت عارفها. ما كنتش موافق على الموضوع، بس للأسف مفيش حل غير كده. شاورت له بالموافقة ودخلنا البيت. اسماعيل كان ماشي قدامنا بيعاين البيت، لحد ما فجأة لف وقال اننا هنحتاج عدة حفر. استغربت طلبه، لكني بسرعة طلبت من ابراهيم وقاسم انهم يجيبوا الحاجة دي اللي قال عليها، وبعدها كملنا. عدى على اول شقة، وقف قدامها شوية، عينيه كانت مبرقة وهو بيبص على الباب وبيتمتم بكلام غريب، لغة مش مفهومة. بعد 10 دقايق طلعنا للدور التاني، ونفس اللي عمله في الدور الاول عمله في الدور ده، واللي بعده واللي بعده، لحد ما وصلنا للدور الخامس. هنا طلب من مصطفى يفتح الشقة، خاف يسبقنا، فناول المفتاح لاسماعيل من مكانه، خد منه المفتاح وفتح الشقة ودخلنا. واول ما دخلنا شمينا ريحة معفنة، ريحة حد ميت. اتقدم اسماعيل بخطوات بطيئة، وانا ومصطفى وولاده مشينا وراه بنفس الهدوء. كنا داخلين الصالة لما فجأة وقف ووجه كلامه ليا، قال لي: شايف يا عرفان؟ قلت له: شايفهم، بس دول كتير قوي يا اسماعيل. قال لي: ما انا قلت لك اللي هنا مش سهل. وصدقوني كانوا قدامنا على داخل كل اوضه، كانوا واقفين وكنا شايفينهم، الراجل اللي كان في شقه مصطفى، والبنتين اللي كانوا في شقه ابراهيم، وحتى الكيان الاسود اللي كان بيعذب قاسم كان قدامنا، وفي ايده الكرباج اللي كان بيعذبوا بيه، وكمان شفت الاتنين اللي كانوا بيظهروا مروان. كل دول كان معاهم كيانات تانية كتير، كانوا واقفين مستعدين للهجوم علينا، واقفين بشكل مرعب. حسيت بالخوف، واسماعيل كمان كان خايف رغم انه كان متعود على المواضيع دي. وبعد دقيقة او دقيقتين فقت انا وهو وبدأنا نركز من تاني. وقتها اسماعيل بدأ يتكلم معاهم وقال لهم: مين اللي حضركم هنا؟ اتكلم اللي كان في شقة مصطفى، والواضح انه الملك بتاعهم، عشان كده كان واخد خطوة لقدام. اتكلم بصوت مرعب وجاوب: وما شأنك أنت؟ هذه ديارنا ولا يمكنه البقاء فيها. قال له: ده مش بيتكم، وانتوا اللي هترحلوا. ساعتها ضحك ضحكة مرعبة، وكل ورا ضحكوا بنفس الطريقة. وفي وسط ضحكتهم همس لي اسماعيل: مش هيخرجوا إلا لو خرجنا العمل اللي حضرهم. العمل مدفون في أوضة من الأوض دي، لازم نوصل لها بأي شكل. قلت له:
هنوصل لها ازاي قبل ما نخلص منهم؟ قال لي قوتهم كلها في العمل المدفون، مش هنقدر عليهم الا لو خرجنا وفكناه. في اللحظة دي صوت ضحكتهم وقف، والملك بتاعهم بص ناحيتنا وقال لي اسماعيل لن تستطيع الوصول اليه، ارحل في سلام انت ومن معك، والا لن تخرجوا للابد. في اللحظة دي اسماعيل بص ناحيته وبدأ يقرأ تعاويذ وطلاسم، منها اللي بالعربي ومنها اللي بلغات تانية كتير، بس كان بيبان عليهم الضعف في لحظات، ولحظات تانية كانوا بيضحكوا. اما انا كنت بقرا قرآن وبساعده بالطريقة اللي اتعودت عليها، لحد ما فجأة اتفرقوا وهجموا علينا. الراجل الاسود هجم على مصطفى وخانه من رقبته، والبنتين هجموا على ابراهيم ورفعوه من على الارض ورموه بعيد. اما قاسم فكان بيتضرب بالكرباج، ومروان كانوا الاتنين بيقربوا منه وهو بيحاول يهرب منهم. وقتها انا واسماعيل حاولنا نساعدهم، لكن فجأة صرخ فيا سيبهم وانا هلحقهم، المهم دلوقتي اخرج المدفون من الحمام بسرعة يا عرفان بسرعة. عرفت انه كشف مكان العمل، فجريت على الحمام وانا معايا العدة اللي طلبها اسماعيل. كسرت بلاطة من اللي في الارض، وبعدها بدأت اشيل البلاط واحدة ورا واحدة. كنت شغال وانا سامع صوت صراخهم مع صوت ضحك الكيانات، صوت مرعب. بعد ما فكيت جزء من البلاط بدأت احفر باقصى سرعة. كل ما كنت بتقدم في الحفر كل ما صرخاتهم كانت بتعلى، بس كان لازم اكمل. واول ما بدأت احس بحاجة بتخبط في الكوريك وقفت الحفر وبدأت اشيل الرمل بايدي، ومع نفسي في الرمل لقيت جمجمة الجثة، فبسرعة شلت الرمل عن باقي الجثة. بعد كده صوت الصراخ اختفى والضحك هو كمان، وساعتها لقيت اسماعيل داخل جري. منظره كان مرعب. بعدني عن الجثة وقعد هو على الارض، فتح الفكين وطلع من بينهم قماشة قديمة ملفوفة، فتحها ولقى مكتوب فيها على خدام هذا الطلسم حرق وقتل وتعذيب كل من يحاول سكن هذا البيت. لمحت ورقة في بطن الهيكل، شاورت لاسماعيل عليها، خرجها وكان مكتوب فيها ايها الخدام عليكم بالبقاء في البيت ما دامت الوركة في الجسد، حرق، تعذيب، قتل، دمار، اهلاك، تشتيت. اسماعيل خرج ولاعة من جيبه وحرق كل اللي طلعناه من الجثة. في اللحظة دي سمعنا صرخة مصطفى، جرينا احنا الاتنين على بره. البيت كان بيولع، كنا بنحاول نطفي النار، بس كنت قادر اسمع صوت ضحكتهم جاية من جدران الشقة كلها. كانوا بيضحكوا على منظرنا واحنا مش قادرين نطفي الحريقة. مفيش فايدة، خرج ناحية الباب علشان نهرب، لكن الباب ما كانش بيتفتح. بصيت لاسماعيل اللي قال لي وجودهم معناه ان لسه في طلسم تاني موجود. قال جملته دي وجري ناحية الحمام وجريت وراه. بدأ يشيل باقي البلاط اللي كان موجود جنب الجثة وانا كنت بعمل زيه. فضلنا نحفر بسرعة واخيرا لقيناه، هيكل لقطة ميتة وفي بطنها قماشة تانية ملفوفة. فتحها بسرعة وكان مكتوب فيها، بلاش اقول لكم بالظبط ايه اللي كان مكتوب فيها لان استدعاء للخادم الكبير بتاعهم، والطلسم ده كان معمول علشان لو حاولنا نفك الاتنين التانيين الملك ده يخلص على كل اللي في المكان. وبسرعة بسرعة اسماعيل حرق الورقة وخرجنا بره. النار كانت ماسكة في المكان كله. فتحنا الباب اللي اتفتح المرة دي بسهولة وخرجنا. وطبعا كان في الوقت ده في ناس شافت الحريق وطلعت علشان تساعد، وبعد ساعة تقريبا الحريق خلص والشرطة والمطافي كانوا موجودين في المكان. ما قدرناش نعرف مين صاحب الجثة، لكننا قدرنا نعرف مين اللي عمل كده. صاحب البيت كان راجل وحيد ملهوش ورثة غير قرايب من بعيد، ودول اصلا ما كانوش يعرفوا عنه حاجة. الراجل ده كان بيسكن بيته للمغتربين، وفي يوم سكن عنده شاب له في السحر والاعمال والكلام ده. لما عرف حكاية الراجل طمع في البيت وحب ياخده لنفسه، بس حضر حاجات ما قدرش عليها وكانت النتيجة انهم قتلوه. بعد فترة صاحب البيت هو كمان مات، بس الحاجات اللي حضرها الشاب ده اعتبرت البيت ملكهم، وقرروا يخلصوا على اي حد يسكن البيت لو ما استجابش لتهديدهم وساب البيت ومشي. بعد ما الحريق خلص والشرطة خلصت اجراءاتها نظفت البيت وحصنته بالقرآن، ورجع مصطفى وولاده وعاشوا فيه، ومن يومها محدش فيهم شاف حاجة تاني.